في ناس وجودهم في حياتنا بيخلينا طول الوقت متوترين، حاسين إننا بندافع عن نفسنا حتى واحنا ساكتين. ففكرة بقى إن الواحد مضطر إنه يحسب الكلمة 1000 مرة قبل ما يقولها عشان بس متواجد مع أشخاص معينين، سواء كانوا بقى أصحاب، قرايب، أو زملاء عمل، فالموضوع ده حرفيا بيشفط طاقة العقل والنفسية بشكل مش طبيعي. وبعد كل تجمع معاهم بنحس بندم، والأصعب إنك تبقى عارف إن البيئة دي مؤذية بس مش عارف تخرج. عارفين ليه؟ من وجهة نظري لأن المشكلة في كلمة الخروج نفسها. أول ما بنسمع كلمة إزاي أخرج من البيئة أو أنا عايز أخرج، كلنا بلا استثناء بنفكر إن أنا هسيب المكان كله على بعضه وأخرج فعلا. لأ، مش كده. أحيانا الخروج هنا بيكون نفسي مش خروج مكاني. فمحتاجين نتكلم ونفهم أكتر عن النجاة مش عن المواجهة، فيلا بينا نفهمها صح. لازم نفهم إن الانسحاب مش ضعف، لكن لازم يكون الانسحاب ده ذكي وانسحاب بهدوء. يعني مثلا انت خلاص عرفت ان الاشخاص اللي معاك دول توكسيك او انك في بيئة توكسيك، مش هتروح تقول لهم انا هبعد اصل انتوا توكسيك وانا مش مرتاح وسطكم والكلام ده كله. اكيد مش هتعمل كده، لان انت كده ما استفدتش حاجة وما فهمتش حاجة، وهترجع لنفس الدايرة تاني من نقاشات استفزاز وتبرير، وفي الاخر هتلاقي نفسك تعبت اكتر. فعشان كده بنقول الانسحاب الهادي الذكي. بدل ما تدخل نفسك في حرب، ابدأ قلل وجودك، بمعنى انك خلاص عرفت ان شلة الصحاب دول توكسيك. فاحنا طالعين النهاردة يلا بينا. حقيقة أنا مضغوط اليومين دول مش هقدر اطلع، او انا ورايا شغل كتير، او ورايا مذاكرة. الكلام الهادي البسيط ده بيعمل بينكم مسافة اصلا من غير دوشة وخناقات وخلافات. بس اوعى 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 تختفي فجأة. الاختفاء المفاجئ اوقات بيخلي الناس تتمسك اكتر او تهاجم اكتر، لكن لما تقلل وجودك تدريجي الموضوع بيهدى لوحده اصلا. يعني بدل ما تبقى اكتر واحد بتتكلم في الجروب وبتجمعهم، لا، خليك متابع بس من بره. ما هو يعني انت اصلا عايز تبعد، بتعمل تفاصيل ليه؟ بتخلق ذكريات اكتر ليه؟ بتنط في حياتهم ليه؟ او بتسمح لهم ينطوا في حياتك ليه؟ فلا، مع الوقت المسافة دي كلها بتبعد لوحدها. بس وانت بقى بتحاول تبعد، ما تفضلش تشرح وتبرر أصل وفصل ومعرفش ايه. مش كل الناس تستحق التفسير ده. فخليك بقى عارف ان في فرق بين انك تكون واضح، وفرق بين انك تفتح قلبك لكل الناس وتشرح وتفسر وتبرر. في ناس اصلا مش مهتمة تفهم ده كله. ولو في مرة اضطريت انك تقعد وسطهم، خلي كلامك عام. اتكلم عن اي حاجة في الكوكب، اتكلم عن الماتش، اتكلم عن فيلم، عن الجو، عن اي شيء، لكن ما تفتحش حياتك الشخصية. ما تفضلش تقول انا تعبان نفسيا من كذا، او علاقتي باهلي تعباني، او انا زعلان من كذا، او حياتك الشخصية ليك انت، مش للناس التوكسيك تكون ليهم كتاب مفتوح. لان وقت الفضفضة معاهم احنا زعلانين عليك، احنا معاك، احنا جنبك، بس وقت الخلاف بيرجعوا لك كل ده سلاح. وقت الخلاف مش هيقولوا لك معلش، هيقولوا لك ما انت اصلا نفسيتك تعبانة، او انت اصلا مجنون. طب ليه من البداية؟ ده اصلا دايرة الصحاب دي اسهل دايرة ممكن اخرج منها، لانها دايرة اختيارية عكس الشغل تماما. في الشغل الموضوع أصعب شوية، لأنك مش دايما تقدر تمشي فورا، أو إن في موقف ضايقك فيلا همشي، أو إن المدير بتاعك توكسيك فيلا همشي. لأ، في حاجات أنت مرتبط بيها، ما هو أنت عندك التزامات. فهنا لازم تتعلم تفصل مشاعرك عن الشغل. اشتغل، بس اشتغل المطلوب منك، لا أكتر ولا زيادة. معرفش ليه في ناس فاكرة انها لازم تشتغل طول الوقت فوق طاقتها عشان تثبت نفسها في الشغل.
طب ما هو في الآخر ده محدش بيقدره. فانت اشتغل واشتغل باحتراف، لكن حافظ على نفسك. اعمل لك حدود، بمعنى انت عندك ساعات عمل، هنقول مثلا من 8 ل2، ليه تعودهم انك عادي قاعد شغال لحد 4 و5 وبتاخد تاسكات اكبر من التاسكات اللي معاك وزيادة عن حدك؟ ليه؟ وده كله بيستنزف من طاقتك، ما تسمح لهمش بكده. انت عندك ساعات عمل محددة، اشتغل فيها. عندك في الويك اند مفيش شغل، ما تقبلش شغل في الويك اند. يعني ببساطة اصلا حط حدود. ومش معنى اننا نقول نحط حدود ان انا اكون قليل الذوق في الرد، او اني اتجاهل حد، او اني اقل من اللي قدامي. عمر الحدود ما كانت كده. يعني انا بالنسبة لي ان اصلا اساس الحدود ان انا احترم اللي قدامي عشان اجبره ان هو يحترمني. الحدود باحترام. انا ما بقبلش شغل في الويك اند وجالي ايميل بالشغل ما ردش عليه. مش هروح ارد على الايميل، انا مش هشتغل في الويك اند وانا عندي اجازة واحترموا حدودي والكلام ده. ببساطة انا مش هرد على الايميل، ولما ارجع الشغل تاني ويسألوني عليه، انا اسف جدا انا ما شفتش الايميل. انا اصلا ما بفتحش ايميلات الشغل في الويك اند. مع الوقت هيعرفوا ان انت ما بتقبلش تاسكات زيادة عن حدك، او انك اصلا ما بتشتغلش في الويك اند. فهي دي كلمة حدود. فالحدود اللي انت هتحطها سواء بقى في اي بيئة لازم تصبر على نتيجتها. مش هقول النهاردة انا ما بعملش كذا، تاني يوم هيفهموا انك ما بتعملش ده وهيحترموه. الموضوع بياخد وقت معانا، ممكن ايام بقى، اسابيع، شهور، سنين. فانت لازم تصبر على ده. وفي وسط ده كله انت بتطور من نفسك، بتحدث السي في بتاعك، بتقدم على فرص تانية. لأن أصعب إحساس إنك تحس إنك محبوس، حتى لو خرجت لبيئة تانية واكتشفت مع الوقت إن هي توكسيك، بس تجربتك هنا هتكون مختلفة لأنك اتعودت تحط الحدود بتاعتك. من أول يوم هتحط حدودك فهيمشوا عليها. اتعلمت وعرفت وفهمت ريحة البيئة التوكسيك، هتشمها كده أول ما تدخل، فخلاص انت عارف هتتعامل ازاي. مشكلتنا ان بعد اي تجربة مؤذية غالبا بنبقى خايفين نثق في حد، خايفين نتعلق بحد، خايفين نكرر نفس الغلط تاني. بس الحقيقة ان اختيار البيئة الصحية دي مهارة، وزي اي مهارة بنتعلمها، واحنا اصلا بطبعنا المفروض يعني بنتعلم من غلطنا. فانا خلاص اتعلمت من الاشخاص التوكسيك اللي اذوني، فانا المرة دي هروح ادور على ناس شبهي جدا. اسمح لي اقولك انك ما اتعلمتش ولا حاجة، لان البيئة الصحية هي اللي بتسمح يكون في اختلاف وجهات نظر، اختلاف شخصيات، اختلاف افكار وتجارب. فده كله بيعلمك ازاي توسع دايرة معارفك، ازاي يكون عندك ناس مختلفة. فالاختلاف ده ممكن يكون صحي اصلا. وبرضه ما تخليش حياتك كلها في دايرة واحدة، يعني سعادتك كلها مبنية على وجود شخص واحد، أو مكان معين، أو شلة معينة، لأن أي اهتزاز في الدايرة دي هيوقعك بالكامل، مش هتعرف تكمل بعديه. وزي ما عرفنا علامات البيئة التوكسيك وازاي ان انا انجو منها، فبرضه البيئة الصحية علاماتها انت من نفسك هتشمها من على بعد امتار اصلا. اولها انك تبقى مرتاح وانت نفسك، يعني مش حاسس انك لازم تمثل طول الوقت علشان بس ترضيهم، او انك كويس، او هما مش اعلى منك، او انت زيهم. هتلاقيهم بيحترموا رأيك لما تقول لهم انا مش حابب اتكلم في الموضوع ده، اوكي ويسكتوا. مش هيفضلوا يقولك انت مكبر الموضوع، انت اوفر. هتلاقيهم بيفرحوا لنجاحك، يعني نجاحك مش بيهدد حد فيهم. الناس بتفرح لك بجد. مش كل ما تنجح هتلاقي حد بيقولك ده اكيد عنده واسطة، ده شايف نفسه علينا. اختلافك وسطهم بيكون آمن، يعني نختلف بس من غير ما نكره بعض. لأن البيئة الصحية هتلاقيها دايما ماشية بمبدأ اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. خليني أقولك نصيحة: أي مكان جديد تدخله اتعامل معاه كأنك قاعد في سينما بالظبط. يعني ايه؟ يعني راقب الناس من بعيد، ما تتدخلش.
خليك متفرج في أول مثلا كام شهر أو أول فترة، شوفهم وقت الضغط بيعملوا ايه، وقت الغلط بيعملوا ايه، وقت النجاح بيعملوا ايه. وقتها انت هتفهمهم، هتفهم طبعهم، لأن الأشخاص الحقيقيين بيبانوا وقت الأزمات مش وقت الضحك والهزار. فجرب كده تحط لهم حدود بدري، قول لهم مثلا في حاجة في تاسك مثلا مش هقدر اعمل ده، شوف رد فعلهم، احترموا ده فيك كويس، ما احترموش بقى وبدأوا يلعبوا عليك لعبة الذنب، انت اتغيرت، احنا زعلنا منك، انت ما بقتش مقدرنا، انت ما بقتش واخد بالك. فانت بقى هنا تاخد بالك ان احنا كده دخلنا في بيئة توكسيك، فتخرجها من قبل ما تدخلها. بس انا اصلا ما خرجتش، انا مش عارف اخرج، انا مضطر ان انا اكمل، اعمل ايه؟ ودي المرحلة اللي ناس كتير عايشاها دلوقتي. مش هقول ان هما مش قادرين يسيبوا البيئة دي، ولكن هما مش عارفين يسيبوا البيئة دي لانها مش اختيارهم، هما مجبورين، مضطرين، سواء كان اهل او شغل او صحاب. ولكن الصحاب احنا متفقين ان هي دايرة سهلة شوية لانها اختيارية، فما تحطش نفسك في دايرة انك مش عارف تخرج من بيئتهم. الاختيار اختيارك والقرار قرارك. فهنا احنا بنتكلمش عن البعد المكاني على قد ما هو بعد نفسي، يعني هتبقى موجود بس مش موجود. تسمع عن حاجة اسمها ما قل ودل؟ بالظبط، مش لازم كل رأي يتقال، ومش لازم كل استفزاز يترد عليه، لان في ناس انت لو دخلت معاها في اي نقاش تعرف ان هو هينتهي بمشكلة كبيرة، او ان الغلط هيكون عليك او اهانة ليك، فانت ليه اصلا من البداية تدخل المعركة دي؟ فعشان كده خليك ممل بالنسبة للشخص المؤذي، يعني هو مستني منك انفعال فما يلاقوهوش، مستني منك تتعصب فما فيش. عايزاك تعرف ان الشخص السام ده بتغذى على رد فعلك اصلا، فهيجي يقولك انت اتغيرت قوي، اوكي تمام ممكن، انما بقى ما تتعصبش وتدخل بقى في شرح ودفاع واصل انت واصل انا. خليك ذكي واعرف ان هو عايز يستفزك، او ان هو عايز يطلع اسوأ ما فيك، لان هو عايز يتغذى على ده. لما حياتك كلها تبقى محصورة في البيئة التوكسيك دي وبس، أي كلمة منهم هتهزك وتهدمك. فلازم يكون عندك هدف، سواء مذاكرة، شغل، رياضة، هواية، حاجة بتحبها، تبدأ تحس إن حياتك أكبر من رأيهم الهدام ده، حاجة بتهرب منهم بيها، حتى لو مجرد وقت لوحدك في أوضتك، ولكن مش بالطريقة السلبية انك هتقعد في الأوضة منعزل مكتئب تسكرولينج على تيك توك انستجرام تعفن دماغ وتدخل في دايرة انت مش قدها اصلا، أسوأ بمراحل من اللي انت كنت بتهرب منه. احنا هنصنع عالمك الخاص بسلاسة وبذكاء، تقعد في اوضتك بس معاك كتاب بتتعلم منه، بتسمع حاجة تفيدك، بتذاكر، بتشتغل على مشروع، بتعمل هواية تفضي دماغك مثلا، اي حاجة تفكرك ان ليك عالمك الخاص في الوقت ده. بس ما تكتمش كل حاجة جواك، يعني ما ينفعش طول اليوم تمثل انك قوي وبالليل تنام شايل كل الكلام ده جواك، لازم تطلع كل ده. اكتب، اتكلم مع حد آمن من اللي احنا اخترناهم سوا، صلي، اتمرن. الكتمان الطويل بيتحول لتعب بعد كده، لو نفسيتك سكتت فجسمك مش هيسكت. وفي وسط كل ده أنا عايزاك تعرف حاجة مهمة قوي. خلينا مثلا نقول إن البيئة اللي انت مجبر تتعامل معاها دي هي أهلك، وأهلك هنا بتكلم على الوالدين بشكل خاص. لو والدينك من النوع الصعب وصعب التعامل معاهم جدا، فخليك عارف دايما إنك بتؤجر على صبرك ده، تعبك وصبرك ده عمره ما هيضيع. ولكن احنا بنتكلم ان ازاي اعمل لنفسي درع وقاية يحميني من صدماتهم ومن رصاصهم عليا، او ان ازاي ده ما يأثرش عليا سواء نفسي او سلوكي، او ازاي اصلا انا ما كنش توكسيك زيهم. ولو اكتشفت ان انا فعلا بقيت توكسيك، انقذ نفسي ازاي؟ بالظبط ده هيكون نقاش حلقتنا الجاية. وفي الآخر لو الحلقة دي لمستك أو خلتك تفهم نفسك شوية، لايك وفولو وشير الحلقة، ممكن حد محتاج يسمع إن سلامه النفسي أهم من أي علاقة بتكسره.
واستنوني في حلقة جديدة عشان الرحلة مكملة ومحتاجين إننا نفهمها صح.